المواجهه كما قلت الحكمه انجالوفا دومينيك روتزا من مدغشقر. طاقم تحكيم هذه المواجهه من مدغشقر. مندوبه اللقاء هي دياس ايميليا من انغولا. اذا عالمي رفقه السيدات لاروخا ليعوض على راس العرض التقنيه لبؤات الاطلس الفرنسي رينالد بيدروس خورخي فيلدا رودريغيز. نتمنوا لكم كل التوفيق رفقه المنتخب الوطني المغربي والذهاب شعبها بعيدا والوصول للالعاب الاولمبيه ايجابيه خلال هذه المواجهه. تعطى الانطلاقه ديال هذا اللقاء هو الكره اللي فادت المنتخب الوطني المغربي اللي نتمنوا بان يعني النتيجه ان شاء الله تكون ايجابيه في لقاء الذهاب ولقاء الاياب كذلك انه يتم تاكيد يعني التاهل للدور المقبل. الكره لنسرين الشاد مشات كره في الجهه اليسرى اللي فادت المنتخب الوطني المغربي. زين بردواني عند غزلان الشباك. المنتخب المغربي للسيدات اللي كان وجه وديا نهايه الشهر الماضي منتخب زامبيا في مباراتين ولو ان يعني النتيجه ما كانتش طاري. غادي تلفت الشرط طرف حنان ايتحاج كره على مستوى الجهه اليمنى. حنان ايتحاج مشات كره مره اخرى لسكينه مزراوي كما المساعده تعلن على الشرط فادت المنتخب الوطني المغربي امام سكينه مزراوي. هدف مبكر غادي يعطي الثقه للاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي. ترفعت الكره داخل المعترك وتدخل الحارسه ماتيوس ميليسا حاكم المنتخب المغربي بنهائيات كاس العالم وكان اعجب بالمستوى اللي تقدم بالنسبه للمنتخب الوطني في هذه النهائيات. لعبت تنفذ الشرط وصلت الكره لسكينه مزراوي. هذا المره الشرط فادت المنتخب الوطني المغربي. المنتخب المغربي كما قلت الرابع افريقيا بعد نيجيريا الاولى وجنوب افريقيا الكاميرون. في الوقت عربيا المنتخب المغربي في الرتبه الاولى. الرتبه الثانيه الاردن متبوع بتونس. تصل لنسرين الشاد كره طويله تحرك الان ديال ابتسام الجريدي. هذه فرصه مشات كره في الجهه اليمنى سكينه أزراوي. شنو تعمل سكينه تمريره والكره في الزاويه. اول زاويه واول ركنيه اللي فادت المنتخب الوطني المغربي من الجهه اليسرى لمرمى الحارسه ماتيوس ميليسا. الحركه ديال سكينه مزراوي على مستوى الجهه اليمنى بامكانه يقدم الحلول بالنسبه للاعبات ديال المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي الان خورخي فيلدا في حديث مع حنان ايتحاج كي تقديم التعليمات والنصائح. في الوقت نتابعوا هذه الزاويه غزلان الشباك نتمنوا تعطي الاكل ديالها الركنيه تلعبت كره مباشره الراسيه بعد الراسيه تدخل الحارسه ماتيوس ميليسا. دائما محاوله فداء المنتخب الوطني المغربي. كانيه العرضيه فرصه كان هناك خطا بالنسبه للحارسه ماتيوس ميليسا ولكن الكره كتمشي خارج ارضيه الملعب لانه كانت متابعه ديال اللاعبه انيسه الحماري. تابعوا من جديد هذه الفرصه. لاحظوا العرضيه في الوقت اللي انيسه الحماري بعد ما سقطت الكره من يد ماتيوس ميليسا حاولت انها توضع الكره في الشباك. لاحظوا ولكن الكره كتخرج خارج ارضيه الملعب. كانت فرصه ومحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي وهذا وليد كارت. كل ما غادي يكون هناك ضغط على دفاع منتخب ناميبيا الا انه غادي يكون هناك يعني ارتكاب الاخطاء واللي بامكان استثمارها خصوصا انه عندنا لاعبات اللي عندهم مهارات وعندهم امكانيات. هذه لاعبه ايمان سعود اللي كتلعب بالدوري السويسري وفقط فريق سيرفيت جنيف. كره في الوسط غزلان الشباك من جديد فائده المنتخب الوطني المغربي. تصل لياسمين المرابط. طلبت الكره حنان ايتحاج على مستوى الجهه اليمنى. بالفعل حنان ايتحاج لاعبه فريق الجيش الملكي. الحكمه كتقول خطا في المنتخب الوطني المغربي. منتخب ناميبيا وصل مره واحده لنهائيات كاس افريقيا للسيدات كان 2014. الدوري كان تقادت بناميبيا كان في المجموعه الاولى الى جانب نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا. فاز في لقاء واحد امام منتخب زامبيا ب2-0. بعد ذلك انهزم امام كوت ديفوار 3-1 وامام نيجيريا بهدف لا شيء. بالتالي خرج من المنافسات بعد ما احتل الرتبه الثالثه ب3 ديال النقاط. لقب عاد لنيجيريا بالنسبه لهذه النسخه بعدما كان فاز في النهائي على منتخب الكاميرون. كره في الجهه اليمنى ولكن الحكم المساعد رفع الرايه. الكره تجاوزت خط المرمى بالتالي ضربه مرمى لفائده منتخب ناميبيا. كانت فرصه بواسطه سكينه أزراوي امام الحارسه ماتيوس ميليسا. غزلان الشباك بالراس تبادل المحاوله امكانيه التمرير في الجهه اليمنى ولكن اللي
حتى بدون شي علما كان تدخل الحكمه كتقول لمواصله وتدعو لمواصله اللقاء في الوقت للتدخل وابعاد الكره اللي اشارت في يد المنتخب الوطني المغربي. جوج اللاعبات الان ديال منتخب ناميبيا اللي ساقطين فوق ارضيه الملعب. لاعبه ناريس إيما رقم 5. الحكم كتطلب من الطاقم الطبي الدخول حتى يعطي الاسعافات الاوليه. سنتابع هذا الاصطدام اللي كان بين ناريس الوقت اللي خورخي فيلدا خدم دائما تعليمات ونصائح اللاعبات المنتخب الوطني باش تكون في الجهه اليمنى تبادر الفرصه تدخل ابعاد الكره. ضغط على لاعبات المنتخب المغربي حتى يتم استرجاع الكره في مناطق منتخب ناميبي. غير ديال الشباك ممتازه مشات كره في الجهه اليسرى وصلت لايمان سعود. ايمان سعود شو عمل؟ ايمان سعود رفعت كره داخل منطقه الجزاء. تدخل ديال كوتشي باتي اللي بعدت الكره. غزلان الشباك صب مره اخرى. غزلان الشباك غزلان ممتازه في الجهه اليمنى. هذه فرصه بواسطه لاعبه سكينه مزراوي. تدخل واسترجاع الكره. اقرب لياسمين المرابط ممتازه. ياسمين المرابط لاعبه اللي كتقدم دور كبير على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. مشات كره في الجهه اليمنى. كره دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي. هذه فرصه امكانيه التمرير داخل منطقه الجزاء عند اللاعبه ابتسام شو تعمل امكانيه وضع الكره في الشباك. فرصه الهدف الاول. الهدف الاول في الوقت اللي الحكمه كتطلب وسط اللقاء. اعتقدت بان الكره تجاوزت الخط. كان تدخل ديال الحارسه ماتيوس ميليسا. فرصه اكيد كانت سانحه للتسجيل من اجل وضع الكره في الشباك لانه كانت الشباك فارغه. مره اخرى من الجهه اليمنى سكينه ازراوي مشات كره امكانيه العرضيه. تدخل لاعبه اميكوتو. كره خارج ارضيه الملعب وشرط في يد المنتخب الوطني المغربي. ابرز فرصه تابعناها منذ قليل مره اخرى. لاحظوا الانطلاقه ديال ابتسام الجريدي غدا المراوغه تمريره بشكل الكره. لاحظوا الشباك فارغه. هل تجاوزت الكره خط المرمى؟ ولو ان يعني الحارسه تقطعت الكره. سنتابع. علاءين كان تسديد ايمان سعود. صحيح ان الكره توضعت امام خط المرمى ولكن في التسديد او في يعني في التقاط الكره في الهواء هل تجاوزت خط المرمى على ايد محاوله كان بامكانها تعطي هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. غدا الشباك عميده المنتخب الوطني المغربي تنفيذ هذه الزاويه. لعبات الكره دائريه البحث على الراسيه. فرصه دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي. ضربه بقاس. فرصه الهدف. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه نسرين الشاد. نسرين تضع الكره في الشباك وهدف اول. فرحه كبيره للاعبات المنتخب الوطني المغربي. اذا نسرين الشاد من كره ثابته ومن الزاويه تضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. اذا بعد المحاوله اللي كانت من وراء ايمان سعود وكان هدف محقق. الوطني المغربي بالكعب من طرف ابتسام الجريدي. محاوله يعني التمرير ولكن الحكمه كانت على الخطا لفائده منتخب ناميبيا. قليل من التركيز امام مناطق المنتخب الناميبي. هنا كنتابعوا لمسه يد على اينودين. هنا النقاش المباراة من جديد متوقفة بالفينة أخرى. هناك بعض التدخلات القوية على لاعبات المنتخب الوطني المغربي. اللاعبة سكينة أزراوي. نتمنى تكونش هناك إصابة ديال سكينة أزراوي. كنعرفوا الإمكانيات ديالها خصوصا كذلك التحركات ديالها على مستوى الجهة اليمنى. إذا غيتنفذ الخطأ اللي بالنسبة لكل المنتخبات والحضور للألعاب الأولمبية. كرة بالرأس تمرير من إيمان سعود. كرة خارج أرضية الملعب وشرط لفائدة منتخب ناميبيا. كنلعبوا الآن الدقيقة
40 5 دقائق الاخيره من الوقت الاصلي للجوله الاولى. دائما 1-0 لفائده المنتخب الوطني المغربي. هدف نسرين الشاد في الوقت اللي تدخل كوتشي باتي فاويتوا اللي بعدت كره خارج ارضيه الملعب. غادي تنفذ الشرط من طرف المدافع حنان ايت الحاج. ترفع الكره داخل منطقه الجزاء ولكن اقرب لماتيوس. لعبت الكره طويله ترجع لي زين بردواني. ممتازه زين بردواني لنسرين الشاد. يحاول لعيبه المنتخب الوطني المغربي بانه البناء الهجومي انطلق من الدفاع. ياسمين المرابط تغيير اتجاه الكره بشكل ممتاز في الجهه اليسرى. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. امكانيه الدخول داخل منطقه الجزاء، امكانيه التمرير، تدخل والكره في الزاويه. كانت فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. انطلاقه ممتازه لسكينه اوزراوي على مستوى الجهه اليسرى، ولكن كان العوده ديال اللاعبه والمدافعه كاتشوتا اللي بعدت الكره للركنيه امام سكينه اوزراوي. تابع المدافعه كاتشوتا طابيوا رقم 3 هي من تدخلت وهي من ابعدت الكره خارج ارضيه الملعب والزاويه لفائده المنتخب الوطني المغربي. هناك امكانيه استثمار هذه المحاوله. لعبت الكره بسرعه داخل منطقه الجزاء دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي. غزال الشباك رفعت الكره، فرصه الهدف. الحكم المساعده رفع الرايه. الحكم المساعده رفع الرايه. وضعيه تسلل في الوقت اللي يعني محاوله شكلت خطوره. لاحظوا بالفعل خروج لاعبات ومدافعات المنتخب الناميبي. الحكم المساعد رفعت الرايه معلنه عن وضعيه تسلل. نفذ خطا من ماتيوس ميليسا. كره طويله بالراس غير ديال الشباك في الوسط لسكينه اوزراوي. سكينه كان تدخل